فضلا وليس امرا. انا بغيت كل شيء بارطاجي هذا الفيديو. انا عاد ساليت لك يا المدلول، انا عاد ساليت لك يا المسخ، انا عاد غنهضر معاك. ماشي من المحتويات ديالي نهضر على شي واحد، ماشي من المحتويات ديالي نطلع على شي واحد او نتنمر على شي واحد، ولكن هذا الشخص هذا وغنوجه له هذه الرساله، وكنتمنى اللي عندي في الباج كل شيء بارطاجي هذا الفيديو. انا بغيتو يوصل له منين شاف القضيه ديال الوقفات الاحتجاجيه اللي كانت اكادير على المنظومه الصحيه ضاربه ترند في المواقع التواصل المغربي. جا هاد الموسخ هاد المكلخ جا بغا يطفي القضيه، وكنحيي جماهير الرجاء، تحيه عاليه لجماهير الرجاء اللي بغى يخلق الفتنه ما بين الجمهور الرجاء مع الجمهور ديال الجيش الملكي. شي منين عقتوا به تحيه من هذا المنبر، كنحييكم كاملين، لا الجمهور الرجاء ولا الجمهور ديال الجيش الملكي. تحيه عاليه. باغي يطفي القضيه اللي كاينه كتروج. الحمد لله على ان الوقفات الاحتجاجيه اللي كانت اكادير على المنظومه الصحيه عطات الاكل ديالها، وبداو المسؤولين كيسمعوا الوقفات، بداو كيدوروا على المستشفيات وكيدخلوا. انا بغيت غير نعرف علاش كل واحد عنده واحد المهام يقضيه كيف ما هو. علاش زعما تنخرجوا للشارع ونحتجوا ولا تنخرجوا للشارع ونهضروا عاد باش يتسمع صوتنا؟ ولكن دابا نتوما راكم كتساهموا في تخريب البلاد. ومنين غينوضوا المحتجين يغوتوا على الحق ديالهم اللي هو مشروع كاين في الدستور المغربي، شكون كتصيفطوا ليهم؟ كتصيفطوا ليهم السيمي حتى هو ولد الشعب. كيبقاو بداك الزراوط ديالهم كيفرقوا داك الوقفات، كيولي انصدامات. ايوا غيتولي كارثه في بلادنا. وشكون سببها؟ سببها المسؤولين اللي مقصرين في الخدمه ديالهم. وانا كنحيي اي واحد بارطاجا هذا الفيديو، وتبارك الله عليكم جميعا.